شاهد حالات الخاصة بالشوط الأول. طبيعي جدا حالات اختارها كابتن ربيع العفوي، ثم سنعود ممكن للحديث عن الحلول بالنسبة للشوط الثاني للفريقين سواء النادي الافريقي أو الأولمبي البيجي. تفضل كابتن ربيع. هي الحالة تقريبا نبداو من خلال بناء اللعب بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي. تلاحظ على مستوى بناء اللعب، تلاحظ بأنه سوف نلاحظ لاعبي قلبي الدفاع هما اللي متواجدين وفاتحين عرض الملعب. طبيعة الحال خروج الكرة من أشرف كرير، عكس لما تكون لاعب بالثلاثة يكون لاعب ارتكاز تقريبا لوسط بيناتهم يكون فاتح اللعب. تلاحظ بوعبيد هو فاتح اللعب كظهير أيمن، وهنا يعطي الفرصة للاعب ريان الدربالي على اساس انه يتقدم اكثر. ممكن في الصوره التي ستليها سوف نلاحظ ريان الدربالي كيف متقدم، هنا يتوغل الى العمق، وتلاحظ محرز بالراجح كظهير ايسر يعني تقريبا وجد في مناطقه، وتلاحظ ريان الدربالي اللي هو يلعب في الرواق متقدم واصبح كجناح. هذا يعطي الفرصه على انه يكون قريب من مناطق النادي الافريقي، وشفناه كان اكثر حيويه في هذا الشوط. الخطوط المتباعده على مستوى التنظيم الدفاعي النادي الافريقي خلات انه لاعبي الوسط يستلمون الكره بدون ضغط. تلاحظوا ان التمريره كانت جيده، لكن الودرفي تدخل مره اخرى، اللاعب شويه يرسل الكره، وتلاحظ تقريبا الدربالي كان ممكن يفتح لريان الدربالي، لكن ارتأى انه يسدد. لو انه مرر وفتح اللعب كان ممكن نشاهدوا فرصه 4 ضد 4 وتكون فرصه جيده. اعتقد بانه دور ريان الدربالي في رايي الشخصي في هذا الشوط كان ممتاز. هنا الصعوبات التي وجدها النادي الافريقي، لاحظ تقريبا اللاعبين كم لاعب يضغط، كومباسا شويخ، اللاعب ريان الدربالي لاحظ كيف يضغط ضغط عالي، بوغرا الذي كذلك يساند، وهنا الخيار الانسب وهو فتح اللعب من خلال التمرير القطري. وسوف نلاحظ تقريبا هي الحالات التي سوف يبحث عنها 4-5-1 عوض انه 5-4-1، لانه ريان الدربالي فقط يعني يرجع مع لاعب الوسط ولا يرجع مع لاعب قلب دفاع حتى يكون قريب من مناطق الخلف في عمليه الانتقال. مره اخرى البحث عن التمرير القطري خلف المدافعين كانت ممكن تعطي هدف، لكن لم تكن الرأسية مركزة للعبيدي. واعتقد بانه فريق الاولمبي البيجي على المستوى التكتيكي كان جيد، وخاصة تمركز ريان الدربالي الذي اعجبني صراحة في عملية لما يعني ينضم الى الخطوط خط الوسط على مستوى التنظيم الدفاعي، ولما تكون هناك ادوار هجومية يصبح لاعب كجناح. شكرا كابتن ربيع العفوي.